اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل اللي بيتفرج عليا ومتابعني. عايزين نعمل فراخ سهلة وبسيطة. نسلقها ونحمرها ونشويها بأحلى تتبيلة في الفرن مرة واحدة، ومن غير ولا سليق بقى ولا تحمير ولا تاخد وش في الفرن ولا الكلام ده. هتعمليها بجد في 5 دقايق، ولو مستعجلة ومش عارفة تعملي ايه، هي دي فراخ الأزمات. خليكي معايا وشوفي بالظبط المقادير. هنقول بسم الله كده. انا عندي نص كوبايه من الحليب، وعليهم ربع كوبايه من الخل. انا عايزه اللبن ده يكتل كده، يعمل اكنه زي اللبن الرايب. تمام. بديل الزبادي. الحركه دي افضل بكتير جدا مع الفراخ، افضل من الزبادي. تمام. بصي لو خدتي بالك هتلاقي اللبن تقل وبدا ان هو يكتل. اهم حاجه في الوصفه دي التتبيله اللي انا احطها عليها، عشان هي دي اللي هتطعمها وتخلي لي ليها طعم مختلف جدا. حطيت نص ليمونه، حطيت بصل باودر. من كل المقادير دي نص معلقه بصل باودر، توم باودر، فلفل اسود، ملح، مرقه دجاج مكعب واحد، مرقه دجاج، كاري، كركم، جنزبيل باودر. تمام. عندك ورق لورا مطحون، يا ريت تحطي برضو منه رشه، ومعلقه توم كبيره زي اللي انت شفتيها دي بالظبط، ومعلقه هوت صوص او كاتشب براحتك برضو لو حباها حراقه، ودبس رمان معلقه برضو، وكمون، كل البهارات اللي انا قلت لك عليها دي بالظبط. دي عامله زي التتبيله الكوريه. بصي بقى هنا الشطه لما نزلت، الغطا كان فالت اصلا، ما خدش بالي منه، فاتكبت كلها. هننقذ ما يمكن انقاذه دلوقتي. انا دلوقتي قعدت مصدومه شويه بتفرج ايه اللي حصل ده. تمام، ما علينا. هتلمي كده كويس. اصلا الشطه اللي عندي دي مش حراقه، يعني شطه اكنها لون وبس، زي البابريكا كده مثلا. تمام. اهم حاجه ما تنسيش معلقه الثوم الكبيره وزيت الزيتون في التتبيله دي. وانا هسيب لكم برضو البهارات دي بالظبط في الديسكريبشن تحت، تدخلوا تشوفوها لو مثلا ملحقتيش تعرفي. هنا الفرخه انا قصه منها الزور. تمام. الزور كله شايلاه منها بمقص الفراخ او بالسكينه. وهبدا كده اضغط على عظمه الصدر، وهنغزها بالعصايه بتاعت الشيش او بالسكينه عندك، او بشوكه براحتك المتوفر عندك. وطبعا انا كنت مسبقا مشغله الفرن على درجه حراره عاليه، وهحطها في الرف اللي تحت خالص اللي هو فوق الصاجة على طول. تمام. تبلتها كويس من وش ومن الظهر، وطبعا التنغيز اللي انت نغزتيه فيها ده هيخلي اللحم من جوه متبل ومتطعم وطعمه كويس جدا. تمام. طبعا قبل الكلام ده كله انت هتسيبيها في محلول النقع بتاعها اللي هو الخل والليمون بعد ما تغسليها كويس جدا، عشان الزفاره. المحلول النقعي ده بيخلي مفيهاش زفاره خالص، وبيخلي اللحمه تستوي بسرعه. انا كنت مجهزه جنبي بصل وجزر وليمون شرايح وفلفل رومي وبصل زي القوارمه كده الصغير. حتى لو خدتي بالك بص انا بدوره زيه. وبس كده، وحبه من التوم كده حطيتهم برضو على الوش. ولا حبيت ان انا احط بطاطس ولا الكلام ده. انا مش عامله صينيه فراخ بالبطاطس، انا عامله صينيه فراخ عاديه زي المشويه مثلا، بس بتتبيله مختلفه ومميزه. الليمون بجد بيديها طعم كويس جدا، بيديها نفس حلو خالص. حباها سبايسي ممكن برضو تحطي قرن فلفل حراق كده عليها. وحطيتها بقى ورق زبده، وحطيت ورق المونيوم، دخلتها في الفرن. ممكن تعمليها عادي في صينيه ألمونيا وتسيبيها عادي، بس انا حبيت اعمل كده علشان ما تنشفش مني. حطيتها تحت لحد اول ما خلاص استوت كويس، شلت عليها من عليها الورق، وبدات احط من الصوص اللي انا مجهزاه ده برضو على الوش. وشغلت الشوايه لحد ما خدت معايا اللون الكهرماني الفظيع، اللون الذهبي ده اللي كلنا بنحبه في المشاوي والفراخ وفي اي حاجه بنحب نحمرها، بنحب نلاقي اللون ده. بصوا مفيش اسهل منها ولا ابسط منها. وبجد التتبيله دي طعمها جنان جنان. جربوها. وهتدمنوها بجد. مش هتسلقوا تاني فراخ بعد كده، هتعملوها بالطريقه دي على طول. اهم حاجه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس، وتحطي لي اللايك اللي بيفرحني وبيشجعني ان انزل لك فيديوهات تاني جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.